في ليالي مجرد ما تدخل فيها بتحس ان الدنيا بتتغير. الهوا اتقل والضلمة اعمق، وكأن في عين مفتوحة بتراقبك من مكان انت مش شايفه. وفي حكايات ما اتكتبتش في كتاب ولا اتقالت على لسان بشر، حكايات خرجت من بين الشقوق، من الأماكن اللي زمان قالوا لنا نبعد عنها، عشان اللي ساكن فيها ما بيحبش حد يفتش وراه. انا محمد، جاي ياخدك معايا الحتة الناس عادة ما بترجعش منها. مكان مفهوش امان، مفهوش منطق، مكان لو غلطت فيه خطوة واحدة هتسمع حد بيهمس ورا ودنك. انا كنت مستنيك. انت دلوقتي دخلت عوالم الاشارة السوداء، القناة اللي مش بتحكي لك قصة، بتفتح لك باب وتسيبك تواجه اللي وراك. فلو سمعت صوت فجأة، لو حسيت نفس حد بيقرب، اوعى تبص وراك، لان اللي وراك عمرك ما هتلحق تشوفه. من كام سنة في بنت اسمها ريم كانت عايشة لوحدها في شقة صغيرة فوق عمارة قديمة. الشقة ما كانش فيها حاجة غريبة غير باب خشب قديم في آخر الممر، باب ما بيتهزش وكأنه مش موجود أصلا. ريم عمرها ما فتحته، مش لأنها خايفة، لأ، لأنها كانت حاسة إن الباب ده ملوش لازمة. في ليلة هادية كانت قاعدة بتتفرج على فيديوهات لحد ما سمعت أول خبطة. ما كانش حد على الباب اللي بره، الصوت جاي من آخر الممر، من الباب اللي عمره ما اتفتح. قامت تتمشى ببطء، والممر كل ما تقرب آخره كل ما بيبقى الهوا أتقل، وكأن الشقة كلها بتتنفس بصوت واطي. وقفت قدام الباب في سكوت تام، وبعدين حد وشوش من جوه الباب وقال: انت اتأخرتي، افتحي. جسمها اتجمد. الصوت ما كانش صوت حد، ما كانش صوت راجل ولا صوت ست ولا حتى بني آدم. رجعت خطوة وسمعت حاجة تانية، حاجة بتتحرك جوه، بتسحب نفسها على الأرض وبعدين بتقف ورا الباب مباشرة. وراحت بتقولها بصوت مكسور: أنا واقف وراكي. ريم جريت دخلت أوضتها وقفلت عليها، لكن الباب اللي في آخر الممر موقفش. فضل يخبط 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 لحد ما فجأة سكت، والأوضة كلها بقت برد، برد مش طبيعي، كأن في حد فتح فليزر في قلب الشقة. ريم بدأت تسمع حاجات بتزحف، بس مش على الأرض، على السقف. وبعدين الصوت اختفى، وبعد دقايق اتبعتت برسالة على موبايلها من رقم مجهول، مكتوب فيها: انزلي افتحي الباب، أنا وصلت. المشكلة إن ريم لسه جايبة الرقم ده جديد وأصلا ما ادتهوش لحد، ومفيش كاميرات في العمارة، والباب اللي بره مقفول ومفتاحه معاها. لكن الرسالة كانت متصورة من جوه شقتها وبتبين آخر الممر والباب القديم مفتوح. ريم كانت واقفة متجمدة، ما بتتحركش، مش عارفة تعمل ايه. عينيها على الصورة اللي في الموبايل، الصورة اللي متاخدة من جوه شقتها من زاوية عالية زي كاميرا مراقبة، رغم انها ما عندهاش كاميرات اصلا. والباب القديم مفتوح نص فتحة، والضلمة اللي جوه أعمق من ضلمة الممر نفسه. بعد ثواني والموبايل رن برسالة تانية: لو ما فتحتيش هاجي لحد عندك. ريم حست إن صوت الرسالة نفسها اتغير، بقى كأنه صوت حد بيهمس جنب ودنها. حطت الموبايل على السرير وهي بتترعش، وبدأت تسمع خطوات، خطوات بطيئة خارجة من الباب القديم. الخطوة الأولى خشب الأرضية عمال يصرخ. الخطوة التانية الهوا بقى أتقل، كأن في حاجة كبيرة داخلة الشقة. الخطوة التالتة كانت قدام أوضتها بالظبط. ريم فضلت مستنية، ساكتة، من غير ما تتنفس، لحد ما الكالون بتاع الباب أوضتها بدأ يلف لوحده، زي حد بيلف المفتاح من بره رغم إن المفتاح في إيديها. الدوران وقف بتاع الكالون، حد حط صباعه على الباب من بره وسحبه نزول، وساب علامة 5 خطوات سودا كأنها محروقة بالنار. الأنفاس بدأت تسمع وتقيلة، مش أنفاس مش أنفاس إنسان، أنفاس كأنها طالعة من جوف فاضي. وبعدين الصوت اللي سمعته ورا الباب في الأول رجع يقول: ما تخافيش، أنا كنت هنا قبلك، الشقة دي مش بتاعتك. ليه اتجمدت وقلبها بيخبط في صدرها، وفجأة كل الأضواء اتطفت. الشقة كلها دخلت في ضلمة كاملة، لكن الضلمة كانت مليانة حركة، حاجات بتزحف، حاجات بتتنفس، حاجات بتضحك ضحكة واطية وبتقرب. ولما ريم مدت ايديها تدور على الموبايل، ايديها لمست ايد تانية، ايد باردة وطويلة وكانت مستنياها.
أول ما إيد ريم لمست الإيد التانية سحبت نفسها بسرعة، لكن الإيد كانت أسرع. مسكتها من معصمها بقوة، قوة مش مفهومة، زي حد بيشدها لجوه الضلمة التقيلة. ريم صرخت بس صوتها اختفى في الهوا، مفيش صدى مفيش رد، كأن الشقة نفسها ابتلعت الصوت. وفجأة الإيد سابتها، لكن مش لأنها رحمتها، لأن في حاجة تانية كانت واقفة وراها. ريم سمعت نفس الأنفاس التقيلة ورا ودنها مباشرة، وبعدين صوت خشن كأنه خارج من صدر متشقق بيقول: احنا اتفتح لنا الباب ومحدش يقفله تاني. اتكتمت أنفاسها وبدأت تشوف في الضلمة شكل طويل أطول من الطبيعي، وقف في نص أوضتها، ملامحه مش باينة لكن عينيه بتلمع بلون رمادي. ومع كل ثانية كان قرب لحد ما بقى بينه وبينها خطوة. رفع ايده وبصوت واطي جدا قال: أول ما فتحتي الصورة أنا خرجت، بس مش من الباب، خرجت منك. ريم حست صدرها بيضيق، كأنه في حاجة بتتحرك جواها بتزحف على ضلوعها من جوه. وقع الموبايل على الأرض واشتغل لوحده. الكاميرا الأمامية اتفتحت وظهر وش ريم في الشاشة، لكن في حاجة وراها، حاجة بتقف فوق كتفها. وشها مش باين بس ابتسامتها عريضة ومكسورة، والجلد حوالين البق مش موجود. ريم حاولت تجري، لكن باب أوضتها اتقفل بضربة قوية والنور اشتغل فجأة. وهي واقفة كانت لوحدها، مفيش حد في الأوضة، مفيش صوت ولا أي حاجة وراها. بس لما قربت من الموبايل، الصورة اللي على الشاشة كانت لسه بتتصور نفسها، والكيان اللي وراها كان لسه واقف وبيقرب ويمد ايده ناحية الكاميرا، كأنه بيحاول يخرج منها تاني. ريم كانت واقفة قدام الموبايل بتتفرج على نفسها في الكاميرا، لكن النسخة اللي على الشاشة ما كانتش بتعمل نفس حركاتها. هي واقفة ثابتة، لكن صورتها كانت بتتنفس أسرع، وعينيها بتتحرك يمين وشمال، وكأنها بتشوف حاجة هي مش شايفاها. وبعدين ظهر الكيان تاني ورا صورة ريم، مش في الحقيقة، في الشاشة. ايده الطويلة طلعت من الضلمة ومد صباعه على كتف ريم اللي في الصورة، لحد ما الجلد بدأ يتشقق واللون اسود بينتشر على رقبتها. ريم اتراجعت بخطوتين وهي مرعوبة، لكن في نفس اللحظة رقبتها الحقيقية بدأت توجعها نفس الوجع اللي شايفاه على الشاشة. كأن الصورة بقت هي الأصل، وهي بقت مجرد انعكاس. وبعدين الموبايل وقع لوحده والشاشة اتكسرت، لكن الانعكاس على الإزاز المكسور كان مختلف. ريم شافت نفسها بس بملامح الكيان. جلدها غامق، عيونها رمادية، ودمها ناشف حوالين بقها. ووراها كان الباب القديم بتاع آخر الممر، هو كمان انعكاسه ظاهر. الباب مفتوح بالكامل، مش غرفة ولا ممر، ده كان فراغ أسود بيتحرك، عامل زي حاجة بتتنفس. وفجأة الأضواء تنطفي كلها مرة واحدة، وميبقاش فيه غير صوت واحد، صوتها هي، لكن مش بنبرة إنسان، بيقول: الدور عليك، افتح الباب. بعد دقيقتين جيران العمارة سمعوا خبط جامد وصوت حد بيجري في الممر، ولما طلعوا لقوا باب شقة ريم مفتوحة، والشقة فاضية، ولا فيها أثر ليها ولا للباب القديم أصلا. الباب اختفى، وكأن الشقة كانت بتخفي سر، والسر خرج ومشي. وآخر رسالة اتبعتت من موبايل ريم كانت لرقم غريب كانت لرقم غريب بتقول: لو سمحت، لما تشوف الباب متفتحهوش. لو كنت لحد دلوقتي لسه سامع ولسه قادر تفتح عينك، يبقى لازم تفهم ان الحكاية منتهتش، وان اللي سمعته دلوقتي مجرد خطوة اولى في طريق ما بيرجعش. في كل قصة بنحكيها، في كل باب بنفتحه، في حاجة بتخرج، حاجة بتتابع أول واحد يسمع، وأول واحد يتخض، وأول واحد قلبه يدق بسرعة. وانت دلوقتي بقيت جزء من اللي خرج. أنا محمد، ومن هنا من عالم الإشارة السوداء بحذرك تحذير أخير: لو حسيت إن في حاجة واقفة في الضلمة جنب سريرك، لو سمعت خربشة خفيفة على الحيطة، لو لمحت حاجة بتتحرك في زاوية عينك، متحاولش تطمن نفسك، لأن اللي بيسيبوا الباب المفتوح عمره ما بيخرج لوحده. ولو لسه عايز تعرف باقي الحكايات، ولو قلبك جامد لسه مستحمل اللي جاي، يبقى استعد، لأن الليلة الجاية مش هتبقى زي أي ليلة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، عشان لما الضلمة تدق بابك تبقى عارف مين اللي بينادي عليك. هنا كانت نهاية القصة وبداية لعنة جديدة من عالم الإشارة السوداء. وبالمناسبة، اوعى تبص وراك دلوقتي.